بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي الى كل اخواتي جماهير الابيض الملكي. يا رب تكونوا بخير والايام الجايه تجلب لنا كل خير وسعاده علينا وعلى نادينا ان شاء الله. النهارده كالعاده جايب لكم كل الاخبار الخاصه بنادي الزمالك والمتعلقه بنادي الزمالك، اخبار كتير قوي كلها مهمه. في اخبار حلوه جدا لجماهير نادي الزمالك ان شاء الله تساعدكم، وهنرد على شائعات ظهرت اليومين اللي فاتوا. والناس بتتكلم كتير، هنرد عليهم كلهم وبالادله، وهطمنكم على حاجات كتير واخبار حتى الفريق والصفقات والمستجدات والاحكام اللي بتصدر وكل القضايا اللي شاغله جماهير الزمالك. النهارده ان شاء الله حلقه خاصه بكل ده هتعجب حضراتكم. في الاول ما تنسوش دعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. قناه الزملكاويه محتاجه دعم حضراتكم، يا ريت ما تبخلوش علينا بدعمنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس، وان انتوا تعملوا لايك وشير عشان نقدر نكمل ونقدر نتواصل مع كل الزملكاويه ونوحد الجهود لدعم كيان نادي الزمالك. هبدأ سريعا. الاهلي نادي الشعارات يا جماعه، المبادئ والقصص اللي احنا بنسمعها دي كلها. الاهلي بيستجدي ويستعطف حسين الشحات، وده من جوه نادي الاهلي. حسين الشحات انتوا عارفين مش عايز يجدد او بيماطل في التجديد وبيطلب شروط تعجيزيه من الاهلي. مفيش حاجه اسمها بند مشاركه، انا اخد عقدي كامل. عايز يوصل لرقم كبير جدا في التعاقد، الاعلانات من حق لوحدي. بصوا الشروط ما حصلتش في النادي الاهلي قبل كده. النادي الاهلي كان في الاول بيتكلم بقوه شويه، اول لما سمع امكانيه ان حسين ممكن يروح الزمالك الاهلي بقى يعني عايز اقول لكم بيتحايل على حسين الشحات وبيطبطب عليه. امال فين المبادئ وان الاهلي ومفيش لعيب يلوي دراع الاهلي والقصص اللي احنا بنسمعها دي طول عمرنا عن مبادئ النادي الاهلي وقوه النادي الاهلي؟ امال ليه حسين الشحات هزوكوا كده وكلكم بتجروا تتحايلوا عليه وتطبطبوا عليه؟ يعني انا مش فاهم. وعشان ما حدش يقول انها بطلع اشاعات على الاهلي، ده كابتن شوبير نفسه طلع قال ان حسين الشحات بيتهرب من مسؤولي النادي الاهلي عشان يجدد، وما حضرش حتى الجلسه اللي كانت مع حسام غالي وتحدد له جلسه تانية وبرضه ما راحهاش، وبيطلب بس طلبات عن طريق اخوه. فين مبادئ النادي الاهلي؟ ماشي. برضو مبادئ النادي الاهلي اللي هي احنا مش عارفينها بصراحه، وما بيتكلموا عنها لكن احنا ما بنشوفهاش على ارض الواقع. امام عاشور الاهلي بيتحايل عليه وبيجري عليه وبيتودد له وبيكلم كل شويه وكيله وبيبعت له رسائل للاعب وللمقربين للاعب، واللاعب رده ان هو زملكاوي ومش هلعب في الاهلي. واللاعب ده لو تفتكروا اللي اهان الاهلي ورموزه وجماهيره ورؤسائه بألفاظ قاسية جدا بشتيمة، يعني بيشتم فيهم وفي عرضهم وفي شرفهم شتيمة لدرجة انه توقف يعني يجي نص موسم. والاهلي برضه بيجري وراه. يعني امال فين المبادئ؟ ده واحد شتمك باهلك وبعرضك وبرضه بتجري عشان تضمه. فين المبادئ؟ يعني امام عاشور ده مش اللي شتمكوا وقعدتوا تجروا ولازم نوقفه ودي اهانه والاهلي ورموزه عفوا. امال فين بس الكلام الكبير المجعلص ده اللي بتقولوه عن المبادئ والشرف والاهلي والكلام ده؟ امام عاشور ده افتكروا دايما ان هو اللي هانكو وضرب اسمه وليد سليمان ده اللي كان الكابتن بتاعكو بالرجل في وشه. يعني وبرضه بتتحايلوا عليه. انتوا مفيش يعني في حته كده بتبقى جوه البني ادم، يعني نزعه كده كرامه لا يمكن اقبل بيه تاني بعد كل ده شتمني بامي باهلي وبرضه بتجروا وراه. يعني انا مش فاهم فين الكرامه. واحمد فتوح برضه بيجروا وراه، واللاعب برضه قال لهم انه زملكاوي وكل القصص دي وقاعدين برضه يجروا وراه. يعني انا مش فاهم. احمد فتوح ده برضه كان ليه لقاءات اهان فيها يعني النادي الاهلي بانه ما يرضاش يلعب في النادي الاهلي، فدي في حد ذاتها اهانه. طلع واحد اسمه امير هشام كان شغال كده في السوشيال ميديا، والاهلي جابه حطه في القناه عنده وبعد كده اداله برنامج في قناه النهار. طلع اشاعه قال ان فتوح ده قعد مع مسؤول الاهلي ومضى وخد مقدم تعاقد. طب بالعقل وبالمنطق لو فتوح فعلا عمل كده وخد مقدم تعاقد وكده، وفتوح لسه الموسم الجاي مع الزمالك، هل من مصلحه النادي الاهلي كشف حاجه زي كده؟ يعني بالعقل عشان يتعاقب كمان ويبوظ موضوع ان انتقال فتوح للاهلي؟ فدي فرقعه مش اكتر. امير هشام ده يا جماعه يعني ما تصدقوش خالص، ده اللي طلع قال الكره مهويه في ماتش الوداد وده سبب خساره النهائي، ان الوداد ادى الاهلي كره مهويه مفسيه.
فاللعيبه اتدربت بيها فاللعيبه خسرت. فده امير هشام يعني هتاخد منه ايه اكتر من اللي قاله ده؟ طيب ففككوا برضو من قصه فتوح زملكاوي، لا هيكمل في الزمالك لا هيمشي، بس انا بقول لكم فتوح بنسبه 90% مكمل للزمالك، ده واحد من الكباتن ومشجع زملكاوي. وفعلا في محاولات برضو ان امام عاشور يرجع الزمالك، وده بناء على رغبه امام عاشور لما عمل جلسه مع واحد. امام عاشور اللي بيقولوا هينتقل للاهلي ده بيعمل الاستشفاء بتاع اصابته داخل نادي الزمالك، ولما قعد مع عبد الواحد السيد وساله قال له ان هو عايز يرجع الزمالك وان هو تحت امر النادي في اي وقت، سيان اعاره سيان بيع، ان الزمالك يشتريه تاني. يعني اللاعب فاتح اي اوبشن لنادي الزمالك وبيتعالج جوه نادي الزمالك، وبيقولوا ان هو بيتفاوض مع الاهلي. طب بالعقل وبالمنطق ازاي؟ لكن هو لازم يصدروا لك اشاعات ولازم يعملوا البلبله دي عشان يغطوا على المشاكل اللي عندهم. طيب الزمالك حل مشكلته مع اتحاد الكوره، احنا قلنا قبل كده، وان في جدوله للمستحقات، وان الزمالك خلاص اتفق مع اتحاد الكوره على 15 مليون كل فتره قيد هياخدها اتحاد الكوره لغايه اما يخلص المديونيه بتاعه الزمالك. الزمالك كمان اتفق مع اتحاد الكوره ان هو يستلم الفلوس بتاعته على حساب اتحاد الكوره عشان مشكله حجز على ارصده نادي الزمالك، فالزمالك كده هيقدر يستلم مستحقاته على الحساب البنكي لاتحاد الكوره. كده العقبه في ايقاف كهربا كمان انتهت، وان الزمالك يقدر يستلم كل الفلوس اللي ليه بره، ويقدر كمان الزمالك ان هو يدفع غرامه سبورتنج لشبونه المستحقه عشان يرفع الايقاف عنه. فالزمالك كده حل مشكله كبيره جدا. لكن انا بطمنكم ان حل مشكله الحجز على الارصده الخاصه بوزاره الماليه والضرائب في طريقها للحل وقريبا جدا جدا، وان وصلوا ل تقدروا تقولوا برضو جدولة واتفاقات متقدمة جدا، وخلاص الوزارة هترفع، لان الوزارة مش من مصلحتها استكمال الحجز على ارصدة نادي الزمالك، لان الوزارة عايزة فلوس، يعني مش قصة حجز. مع ان الوزارة دي ما حجزتش غير على نادي الزمالك بس، يعني وزارة المالية والضرائب ما حجزوش غير على نادي الزمالك بس، ليهم مستحقات على كل الاندية لكن ما حجزوش غير على نادي الزمالك. لكن ان شاء الله المشكلة في طريقها للحل برضو. وخلاص زي ما قلت لكم موضوع حساب اتحاد الكوره ده الزمالك هيستلم عليه الفلوس، وكده الزمالك يقدر يفعل شكوى كهربا ان هو ما دفعش المستحقات ويوقف اللاعب لو عايز من بكره. وفي فعلا انباء بتقول ان الزمالك اتحرك وحط الرقم الحساب البنكي بتاع اتحاد الكوره في الاتحاد الدولي عشان يستلم عليها غرامه كهربا. كابتن شوبير لما سمع الكلام ده طلع وصرح ان اللاعب الغرامه ما معهوش الفلوس كامله، معاه نص الفلوس المستحقه عليه، وان اللعيب كده هيتعرض. امال فين مبادئ الاهلي برضو ورؤساء الاهلي اللي طلعوا قالوا احنا مش هنسيب اللاعب، وان اللاعب ده ابننا وهنحل له مشاكله وهنقف جنب؟ فين الشعارات والكلام الكبير ده؟ وفين محامي اللاعب اللي كل شويه يقول ده الفلوس موجوده الفلوس جاهزه ادونا بس رقم الحساب؟ فين الكلام ده كله؟ ان شاء الله لا اللعيبه هيتوقف لا هيكون غرامه كهربا يا جماعه هي اللي هتحل مشاكل الزمالك. يعني ان شاء الله تتسبب في كده ان الزمالك يدفع الغرامه المستحقه عليه سبورتنج لشبونه، ويتوفر فوق كمان الغرامه دي مليون دولار الزمالك ممكن يجيب بيهم لعيب قوي جدا يفيد الفريق. فشكرا تعاونكم معنا. كهربا خلاص لازم يدفع الغرامه، كده بقى في حساب الزمالك يقدر يستلم عليه وما بقاش فيه حجه. طيب عودة المستشار مرتضى منصور، هل المستشار مرتضى منصور عائد؟ المستشار مرتضى منصور عائد بناء على تقرير هيئة المفوضين، ان هو قال كذا نقطة مهمة. بناء على ان انا محامي دلوقتي هتكلم في النقط دي بشكل قانوني. هيئة المفوضين قال ان اولا الحكم استند على الناس اللي رفعت الدعوة دي ليس ذي صفة، يعني هم حتى مش اعضاء في نادي الزمالك، يعني حاول ابسط لكم المعلومات، ليس ذي صفة ان هو ملوش يعني صفة ان هو يرفع الدعوة اساسا، ده هو اساسا عضوته زالت من قبل ما يرفع القضية، فهو حتى مش عضو في نادي الزمالك. وتاني حاجة قال تعارض الحكم مع قانون الرياضة، وقال ان كمان لان قانون الرياضة بيقول ما ينفعش زوال عضوية رئيس مجلس الإدارة إلا بناء على، ولا حتى الوزير يقدر يزيل عضويته أو يعزله. اللي يقدر يزيل عضويته أو يعزله هي الجمعية العمومية، في حالة ان الجمعية العمومية تجتمع ان هي تسحب الثقة منه، او مجلس اداره نادي الزمالك اللي يسحب الثقه. لكن ما ينفعش ان انت تعزل المستشار مرتضى، ولا حتى الوزير شخصيا يقدر يعزل المستشار مرتضى بناء على قانون الرياضه. وقال كده كمان ان
المحكمة استندت في قصة زوال العضوية على اللائحة بتاعت مركز التسوية والتحكيم اللي كان تابع للجنة الأولمبية، اللي المحكمة الدستورية لغت مركز التسوية والتحكيم ده وقالت ان هو غير قانوني، وبالتالي كل الاحكام الصادرة منه او اللوائح اللي صدرت عنه غير خلاص ما بقتش موجودة، كأنها مش معترف بيها، كأنها انتهت، كلها زالت. فانت بناء على اللائحة الاسترشادية اللي الزمالك كان ماشي بيها بتاعت لجنة التسوية والتحكيم دي خلاص ما بقتش موجودة، فانت ازاي بتحكم بزوال العضوية او بعزل المستشار؟ فكده بنسبة كبيرة جدا خلاص المستشار راجع، بس هتتصدر مشكلة للكرة المصرية عامة، ان كتير قوي نوادي منها النادي الاهلي، في الاستاذ العامري فاروق برضو كان عضو في نادي الاهلي بناء على حكم من لجنة التسوية التابعة او التسوية والتحكيم اللي كانت تابعة ل المركز الاولمبي او اللجنة الاولمبية. فكده هيحصل يعني حوارات كتير قوي الفترة الجاية، لان ان شاء الله بمجرد صدور حكم بعودة المستشار مرتضى ناس المتضررة كلها هتلجأ وتستند على الحكم ده ان هي تلغي حاجات كتير، وممكن حتى يتم دعوة انتخابات جديدة في نادي الزمالك. خلاص زي ما قلت لكم مشاكل الزمالك بتقرب تنتهي ان شاء الله باذن الله، مع يعني بريق امل قوي جدا باستخدام حساب البنكي لاتحاد الكوره، وقريبا رفع الحجز عن نادي الزمالك اللي هو الحساب مش بتاع الاستاذ ممدوح عباس بتاع بنك مصر، لكن بقيه الحسابات كلها وزاره الماليه حجز عليها خلاص في طريقها للحل. طيب معانا ايه تاني؟ بصوا يا جماعه، الزمالك لو مش متاكد ان فلوس الغرامه بتاعه السبورتنج لشبونه المستحقه ال1.5 مليون يورو دول مش متواجده، فهو الزمالك مش هيروح ويتفاوض مع لاعبين عشان موسم القيد، لان الزمالك موقوف قيده. مجرد ما يدفع الغرامه المستحقه لسبورتنج لشبونه خلاص يترفع الايقاف والزمالك يقدر يقيد لعيبته. فالزمالك اكيد والمعلومات اللي جايه من جوه النادي ان هو مستند ان معاهم الفلوس وهتدفع لسبورتنج لشبونه، بس كانوا محتاجين حساب بنكي عشان يحولوا المبالغ المستحقه لسبورتنج لشبونه، وعشان كده هم بيتفاوضوا مع لعيبه. هم بيتفاوضوا على لعيبه ازاي وهو القيد موقوف؟ فلازم تدفع الغرامه الاول. فبطمن جماهير نادي الزمالك ان خلاص الزمالك هيخلص مشكله سبورتنج لشبونه، وكمان القسط الاخير بتاع اتشيمبونج، وكده تبقى معظم او 90% من مشاكل في الفيفا انتهت. مش هيبقى فاضل غير المستحقات المتاخره او القضيه بتاعه باتشيكو، ودي يعني بسهوله تنتهي، وان شاء الله قضيه خالد بوطيب، ودي ان شاء الله الحكم هيبقى في صالح نادي الزمالك، وكده يبقى الزمالك ما عندوش مشاكل نهائيا في الفيفا ده ان شاء الله. طيب موضوع اشرف بن شرقي، هنخش بقى في اخبار الفريق. موضوع اشرف بن شرقي يا جماعه، اشرف بن شرقي احتمال كبير جدا فعلا يتم فسخ تعاقده مع ناديه الاماراتي اللي هو الجزيره الاماراتي. هل اشرف بن شرقي قريب من الزمالك؟ لو فعلا تم فسخ عقد اشرف بن شرقي ما بينه وما بين الجزيره الاماراتي بنسبه 60-70% اشرف هيبقى في الزمالك. ده نتيجه لحسن العلاقات وان هو كان مرتاح في مصر يعني، وان هو اتلمع قوي. حتى السنه اللي راح الجزيره الاماراتي ما حدش بقى بيسمع عن اشرف بن شرقي غير اشرف بن شرقي كان في الزمالك نجم في الوطن العربي كله. فاشرف ممكن يرجع الزمالك الا بقى لو ظهر عرض قوي قوي بمبلغ كبير قوي لاشرف بن شرقي، فساعتها هيبقى مغري. لكن لو فسخ التعاقد 70% في الزمالك، 30% احتماليه انه يجيله عرض كبير قوي من قطر او من الامارات او من السعوديه. لكن اشرف حاليا معلوش سبوت الضوء اللي كان موجود فيه في الزمالك، فممكن ما يجيلوش عرض بقيمه كبيره لانه في الجزيره الاماراتي ما اداش مستوى عالي، ولذلك حتى الجزيره الاماراتي في تفكير لفسخ التعاقد. لكن في الزمالك اشرف كان متالق قوي، فممكن نشوف اشرف في الزمالك. ممكن نشوف اشرف في الزمالك. و في دخول كلام طالع ان رجل الاعمال الحبطور الاماراتي هيدعم الزمالك في صفقة اشرف بن شرقي لو تمت. ده كلام مش متأكد من صحته لكن كلام متداول. طارق حامد لم يتم الاعلان رسميا ان طارق حامد تم الفسخ التعاقد معاه، ده تم الاعلان رسميا في الصحف السعودية لكن او الاعلام السعودي اكدوا ان خلاص طارق حامد عقده اتفسخ. لكن نادي اتحاد جدة اكد ده لا لسه.
خلاص الاتحاد جده تعاقد مع كانتي، فده اللي بيقضي على احلام طارق حامد خالص في الاستمرار في اتحاد جده. هل طارق حامد يرجع الزمالك؟ عايز اقول لكم بنسبه كبيره. وعايز اقول لكم مفاجاه، ان احتماليه الموسم الجاي ان انتوا تشوفوا طارق حامد وجنبه يحيى جبران. لان لسه بقول لكم، وده بيحاول التجديد ليحيى جبران لانه شاف ان اللعيب اقترب وبشده من نادي الزمالك، بس لسه كلها مفاوضات، لكن ما تمش توقيع يحيى جبران للزمالك. يعني كل دي يا جماعه مفاوضات، لكن ما تمش التوقيع. لكن يحيى جبران برضو قريب من الزمالك، فهل هنشوف ثنائيه طارق حامد ويحيى جبران في وسط ملعب نادي الزمالك؟ ده اللي هنشوفه الايام الجايه ان شاء الله. مصطفى فتحي. مصطفى فتحي في كلام كتير قوي على اللاعب مصطفى فتحي. بيراميدز عايز يجدد التعاقد بتاعه او يفعل بند الشراء، لكن عايز اقول لكم ان مصطفى فتحي في رأي في نادي الزمالك ان هو يستفيد من 450 الف دولار المستحقة لسه في نادي الزمالك في حق بيعه لنادي التعاون السعودي، وان الزمالك يكمل عليها ممكن لغاية ما يكمل مليون دولار، يعني يدفع 550 الف دولار اخرى ويشتري اللاعب ويرجعه الزمالك. انا مع الرأي ده، واتمنى لو احنا نقدر نخلص مصطفى فتحي بالمبلغ ده. على الاقل ده لعيب احنا عارفين امكانياته وهيخش الفرقه واحنا ضامنين نجاحه ان شاء الله، لان هو ناجح اساسا، وده الدوري اللي متعود عليه، يعني مش مخاطره نهائيا. فانا مع عوده مصطفى فتحي. اتمنى فعلا ان الزمالك ينفذ ده على ارض الواقع ويخلص مع مصطفى فتحي. لكن عايز اقول لكم ان بيراميدز يعني داخل بقوه قوي، لان هو كان نجم الفريق اخر الدوري. طيب، اللعيب يسري وحيد بتاع نادي الترسانة، ظهير ايسر الترسانة وافضل ظهير ايسر في الدرجة الثانية. دخل في اللاعب ده الزمالك كان بيراقبه من فترة، لو تفتكروا من اكتر من شهر كنت قايل لكم على اللعيب يسري وحيد. الزمالك فعلا بيتفاوض مع اللاعب ده، بس كله تفاوضات لكن ما تمش اي حاجة، لكن هو قريب من الزمالك. لكن دخل نادي زد ودخل بيراميدز برضه في مفاوضات مع اللاعب، فهنشوف الفترة الجاية المفاوضات دي راحة لفين. طيب، عمرو السومة. عمرو السومة يا جماعة عايز اقول لكم بنسبة 90% دي مفاوضات وهمية. عمرو السومة بياخد رقم كبير قوي، والنادي القطري اللي بيديله الرقم الكبير قوي، يعني حوالي 30 مليون 3 مليون دولار سنويا قيمة تعاقده، عايز يفعل بند الشراء من اهل جدة وياخد عمرو السومة. فعمرو السومة هيسيب 3 مليون دولار، وبعدين ده لعيب عنده 34 سنة، والنادي القطري كمان عايز يشتريه وبيديله 3 مليون دولار. فيعني ده كله برضو مش اكتر من فرقعه، فسيبكم منه نهائي. في لعيب اسمه عبد الرزاق حمد الله، ده برضو عبد الرزاق حمد الله لعيب منتخب المغرب يا جماعه. اللعيب ده بيلعب في اتحاد جده، دي هبده اخرى برضو من هبدات الاعلام. لعيب بيلعب في اتحاد جده، و يعني لعيب منتخب المغرب اللي كان مكسر الدنيا في كاس العالم، فبياخد رقم برضو كبير قوي. الزمالك ما ينفعش يدي اللعيب 3 مليون دولار والقصص دي، فدي برضو هبده اعلاميه. عبد الرزاق حمد الله بعيد تماما عن نادي الزمالك. مين اللعيبه بقى اللي قريبه من نادي الزمالك؟ اقول لحضراتكم عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي قريب من نادي الزمالك، واللي طلع صرح بكده نادر شوقي، وقال ان هو كان كمان قريب من نادي الزمالك في الانتقالات الشتويه، وان الزمالك اللي رفض عشان خاطر ما يضرش نادي الاسماعيلي. وده اللي متعودين عليه من نادي الزمالك، ان هو بيحترم النوادي وبيحب الاسماعيلي وبيحب المصري. فرفض الزمالك انه يستغل كانت مشكله عبد الرحمن مجدي مع الاسماعيلي. فهل نشوف عبد الرحمن مجدي في الزمالك؟ وايه رايكم؟ يا ريت تردوا عليا في التعليقات، عبد الرحمن مجدي مفيد او لا؟ وتقولوا لي برضو ايه رايكم في يسري وحيد ظهير ايسر الترسانة، لو حد كان متابعه الناس كلها بتشكر فيه. طيب، في لعيب برضو قريب من الزمالك بديل ليحيى جبران اسمه احمد خليل، ده لعيب الافريقي التونسي عنده 26 سنه وهو لعيب حر. لعيب برضو اللجنه الفنيه ابدت اعجابها بيه اللي في الزمالك، وقالوا ان هو لعيب كويس قوي قوي. هل احمد خليل في حاله ان الزمالك ما خلصش مع يحيى جبران، هل احمد خليل هو هيكون اللي متواجد في نادي الزمالك؟ ده برضو اللي هنشوفه الفتره الجايه، الناس كلها بتشكر فيه. واللي متابع اللعيب احمد خليل في الافريقي التونسي يا ريت يقول لنا ايه اخبار احمد خليل. في لعيب اسمه امبريوس اويانجو، ده عنده 31 عام، ده لعيب دولي في منتخب الكاميرون، بيلعب اللاعب ده في نادي مونبليه الفرنسي. امبريوس اويانجو ده
باك شمال. اللاعب ده كويس جدا طبعا وقوي جدا ولاعيب دولي ولاعيب جامد جدا، لكن بقاله سنه ما بيلعبش كوره بعد فسخ التعاقد بتاعه مع نادي مونبليه الفرنسي، وعنده 31 سنه. فهل قريب من نادي الزمالك؟ عايز اقول لكم ان اسماء كتير زي امبريوس اويانجو هتسمعوها كتير قوي، والاعلام مطلع تفاوضات كتير قوي لنادي الزمالك غير حقيقيه. والزمالك برضو بيلعب ان هو بيشتت كل الناس، عشان اللي بيحاول يفسد صفقات الزمالك مش عارف. يعني في اكتر من 30 40 اسم ظهر، فهل هو هيروح يتفاوض مع ال 30 40 اسم زي النادي الاهلي وزي بيراميدز وزي فيوتشر، زي نوادي كتير بتحب تخش تنط على صفقات الزمالك؟ يعني عايز اقول لكم ان اللاعب يسري وحيد ده بمجرد بس ما الزمالك حط عينه عليه، بيراميدز بقى عايزه، في زد بقى عايزه، فيوتشر بقى عايزه. فهو ده اللي بيحصل. خلاص يا جماعة، الموافقة أوسيريو على محمود علاء وحمدي علاء ويوسف أوباما وأحمد عيد، ودول الثوابت الأربعة دول بنسبة 95% ضمنوا الرجوع من الإعارة. محمود علاء، حمدي علاء، يوسف أوباما، أحمد عيد. بس يوسف أوباما هيتغير التعاقد، بند في التعاقد بتاعه مع نادي الزمالك، عشان الشرط الغريب اللي كان حاطه كابتن حسين لبيب، ان هو يوسف اوباما ياخد اعلى لاعب في الفريق من ضمن اللعيبه المصريه. فده هيتغير، لكن محمود علاء وحمدي علاء ويوسف اوباما واحمد عيد خلاص ضامنين الرجوع. احمد ايمن منصور واسامه فيصل بنسبه كبيره راجعين. طيب هتقولوا لي مين هم اللعيبه الاجانب اللي جايه نادي الزمالك؟ بنسبه 90% هيبقى لاعب خط وسط ومهاجم. في كلام كتير ان الزمالك بيدور على مهاجم محلي قوي في افريقيا، او بيلعب في المنتخب الاولمبي او في منتخب الشباب. بيدوروا على لعيب بيلعب في الدوريات الافريقيه يكون قوي وقوي قوي. ده اللي الزمالك بيدور عليه، عشان يكون سعره ما بين 400 600 الف دولار، واللعيب يكون عقده بسيط. هل الزمالك هينجح وهيستقطب لاعب قوي من الدوريات الافريقيه؟ عايز اقول لكم ان في لعيب، يعني لعيبه فعلا في افريقيا قويه جدا، بس في الغالب عشان تجيب لعيب قوي قوي كده لازم يكون صغير، يعني يكون 18 سنه 19 سنه، لسه ما عداش السن. او ان انت تجيب لعيبه مضمونه من نوادي زي سان داونز اللي فيه بصراحه مجموعه من لعيبه هايله جدا. كل التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه، واشكر حضراتكم على المتابعه، واتمنى ان انا اكون وضحت لكم الاشاعات وكل اللي بيحصل بيهدوا ازاي في نادي الزمالك. كل الدعم لنادي الزمالك وكل التوفيق، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناه. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.